السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل العرقسوس أحلى وأنضف كتير من المحلات، وكمان بطريقة سهلة جدا. معايا هنا كيلو عرقسوس، هضيف له 4 معالق كبيرة بيكربونات الصوديوم أو كربوناته، دي بتتجاب من عند العطار. بعد كده بقلبها كويس في العرقسوس، وما ينفعش أعمل كده وأنا صايمة خالص عشان بيطلع بخار، ما ينفعش خالص في الصيام. تكون في الفطار بتعمليه. بعد كده ببل العرقسوس بالمية يا دوبك بس يغير لونه، ما يبقاش المية كتيرة فيه. ده من أسباب نجاح العرقسوس، ويبقى طعمه كويس. وعلى فكرة العرقسوس نوعين، في نوع بيبقى ممرر ونوع حلو. انت بتقولي له تجيب نص من ده ونص من ده عشان يبقى طعمه حلو. بعد ما دربته بالشكل ده، يا تحطيه بقى في الشمس لمدة ساعتين، تغطيه بشاشة وتحطيه في الشمس، يا تعملي زي كده أنا بإيد الفرن واسخنه كويس، وبعد كده اطفيه وادخل الصينية في الفرن لمدة